السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده معاكم ماكس. لو بتشتغل بكالي ومش متأكد تبدأ منين في التيرمينال، الفيديو ده ليك. لمدة 3 دقايق بإذن الله أو 4 دقايق هتتعلم أهم أوامر لينكس اللي هتستخدمها طول الوقت بإذن الله في التطبيقات العملية. تمام؟ تعريف نيش كده للتيرمينال بسيط. يلا بينا نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده التيرمينال اللي احنا بنشتغل عليه. هيكون عليه كل الأوامر بتاعتنا، وهو 99% أو 90% عامة من الأكواد اللي احنا هنطبقها عليه بإذن الله، والأدوات اللي احنا بنستخدمها فيه بإذن الله. تمام. أول حاجة بس هنعمل هنا كلير. تمام عشان نمسح بس كل حاجة. ودي النسخة اللي احنا سطبناها، او اللي احنا سطبنا النسخة ديت من المكان اللي احنا الفيديو اللي فات. تمام. طيب خلينا بس كده نرجع بس نكمل كده الفيديو بتاعنا عشان ما ناخدش وقت طويل. طيب اهم اوامر اللي احنا بنستخدمها في النظام او في كالي لينكس او في التيرمينال عامة. تمام. اللي هو بي دبليو دي. ده الكود ده بيعرفك انت فين من المسار بتاعك، فين في النظام. تمام. هنعرض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك انت هنا في النظام. تمام. انت هنا في مكان اسمه الهوم. تمام. وعندك انت هنا في بعد في الهوم هنا في ملف اسمه الكالي انت فيه. تمام. او لو قلت له مثلا هنا في عندي هنا امر ls. تمام. ده عرض الملفات اللي هي فين، اللي هي في النظام في الملف اللي هو اسمه كالي. تمام. لو عايز اطلع هنا على الديسكتوب اعمل خطوات بسيطة جدا. تمام. خلينا بس نرفع دي كده، هنعمل بس كلير. تمام. هنعمل كلير. هنعمل هنا نيجي نقول له مثلا ايه، انا عايز اطلع الاول على الديسكتوب. اقول له هنا هوم، اقول له سلاش عندك كالي نظام الملف اللي احنا فيه. تمام. واقول له هنا انا في الديسكتوب. تمام. طلعني فيه معلش. اقول لك انت اهوت مفيش مشكله، طلعك على طول. هتقول له ls اللي انا عايز اعرض الملفات الموجوده على النظام اللي هي الملفات دي. تمام. هندوس كده هيجيب لك هنا الملفات اللي احنا فيها بالظبط. تمام. في عندي برضو ملف تاني او امر تاني اللي هو ال نفس الموضوع برضو، نفس ال ls بالظبط. تمام. اقول له هنا برضو عندك كلير. تمام. عندنا في امر تاني برضو اللي هو في عندنا امر كده ls و al. تمام. معلش بس نسينا حاجة بسيطة. هي دي بيعرف لك بقى ايه هنا بيعرف لك بسم الله الرحمن الرحيم امتى اتنشأ الملف. تمام. امتى اتنشأ الملف والحجم بتاعه قد ايه وهكذا. تمام. بيديك تفصيلة بالكامل عن الملفات وعن الأحجام الموجودة وعن امتى اتعمل الملف أصلا. بالتالي زي ما انت شايف كده 28 سبتمبر 29 سبتمبر وهكذا. تمام. هنقول برضه هنا كلير بحيث ان احنا تكون كل حاجة نضيفة قدامنا عادي مفيش أي مشكلة. تمام. طيب بس يا أستاذ ماكس، أنا دلوقتي لو عايز أعمل ملف أو عايز أدخل، طب أنا عايز أرجع مثلا لورا، مش عايز ادخل على الديسكتوب، هقول له هنا cd، اقول له واعمل مسطره واعمل نقطه يرجعني على طول على النظام اللي هو اللي قبله اللي هو الكالي. طب انا عايز اعرف انا فين، هقول له هنا بي دبليو دي انا فين. هيقول لي انت هنا رجعت تاني للكالي. طيب انا دلوقتي يا باشمهندس انا عايز ادخل برضو على الديسكتوب زي ما انا كنت. تمام. عشان انا عايز دلوقتي اعرض هنا ملف، عايز اعمل انشئ ملف واعرضه او اشوفه. تمام. هنقول له هنا انا عايز اعمل ملف مثلا على سبيل المثال انا عايز اعمل مجلد، اعمل ام كي دي
AR. تمام. بقول له هنا انا عايز مثلا اسميه اسد. تمام. خليه كابيتال اسد. انشأ لي الملف فعلا هنا اسمه اسد زي ما انت شايف. تمام. تمام. طب انا عايز ادخل على الملف اللي هو اسمه اسد ده. اقول له هنا بسم الله الرحمن الرحيم سي دي. اقول له هنا سي دي اللي هو بامر اعرض لي مثلا ملف كذا. اقول له هنا اسد. هيقول لي انت فعلا دخلت هنا في ملف اللي هو اسد. طب انت عرفت منين يا استاذ خالد؟ انا عايز ارجع لباشمهندس ماكس. اقول له هنا ارجع سي دي. اقول له ارجع هنا سي دي مسطره نقطه نقطه. رجع لي كده على اللي ورا. اقول له هنا اعرض لي الاس. تمام. هيقول لي انت فعلا في هنا ملف اسمه بسم الله الرحمن الرحيم فين؟ بس بالراحه بس كده واحده واحده. اهو في عندك مجلد فعلا اسمه هنا اسد. طيب انا دلوقتي عايز ادخل فيه او اعمل بس كلير كده بحيث ان هو ايه يكون كل حاجه مظبوطه قدامي. اقول له سي دي. اقول له هنا هات لي اسد ده دخلني فيه. تمام. طيب انا عايز ادخل هنا عايز اعمل مثلا ملف واكتب فيه مثلا اي شيء مثلا عايز اكتب مثلا في اي شيء كده ان هو ايه كتجربة مثلا او الكلام ده كله. تمام. قلتوش اعمل له مثلا x7 x2 مثلا او x7 x بس. تمام. تمام. هقول له هنا الاس. هيجيب لي بقى فعلا ده. تمام. هيجيب لي كده انا انشأت فعلا ايه الملف ده زي ما انت شايف هنا كده بالتحديد. تمام. تمام. خلصنا هنا. طيب انا عايز مثلا عايز اطلع بره يا باشمهندس. اعمل له كده اهوت واعمل له شيفت واديله العلامه دي. ارجعني للنظام الاصلي زي ما هو. تمام. هقول له هنا كلير برضه. معلش انا كده عديت التلات دقايق بس حققوا عليا معلش. لحظة واحدة. هنكتب تاني عندنا في ايه تاني برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا لو عايز امسح برضو الملف اللي هو اسمه الاسد ده. اقول له هنا بس انا ارجع بس هنا تاني اللي هو سلاش هوم ديسكتوب بس يلا عشان يكون سريع. الاس في اسد هنا هنقول له هنا ار ام. الار ام ده ان هو بيحذف لي الملف الموجود اللي انا اخترته ده اللي هو اسد زي ده كده بالظبط. بس خلي بالك الار ام ده او الريموف ان هو بيمسح الملف بالكامل او بيمسح الحاجه اللي انت بتعملها ديت اللي هو انت بتمسحها جذريا مش هتلاقيها تاني. تمام. فخلي بالك 100% من الحركه دي. طب انا لو عايز مثلا ايه ان انا اتاكد بس ان انا عايز امسحه بعد كده او لا. فانا هروح اعمل كده. تمام. واقول له هنا اي دوت اي. تمام. بحيث ان هو ايه لو انا عندي تردد مثلا او كده او افتكرت حاجه ممكن إيه ان انا عايز امسحه مثلا او الكلام ده كله. تمام. تمام. لحظه واحده. الاس اللي انا عايزه الاس إيه احنا في غلط هنا عملناه. خلينا بس هنا الريموف عادي ان احنا بنمشي الريموف. تمام. انا كده كده مش محتاجه. تمام. تمام. طيب انا دلوقتي مثلا عايز ادور على ملف مثلا او اعمل في عندي هنا لو عايز اطلع الاي بي ادرس بتاعي. وده هنحتاجوه جدا 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 في ان هو اختراق الشبكات او عمل تصيد او عمل هاكينج على او اختراق على الموبايلات او ايا يكن من البايلوت. فهتحتاج الاي بي ادرس. تمام. طب اجيب الاي بي ادرس من هنا من هنا اي بي سلاش ايه. تمام. هيجي لي هنا الاي بي بتاعي اهوت. الاي بي بتاعي بيكون هنا اهوت بالظبط كده. تمام. اللي هو الاس نت.
بالظبط هنا في المكان ده بالظبط كده الاي بي بتاعك جاهز. طب في حاجة تانية، في امر تاني برضو نفس الموضوع انه بيشتغل، اللي هو ifconfig. ifconfig بيظهر لي برضو نفس الموضوع، ان هو بيظهر لي هنا اللي هو الاي بي ادرس بتاعي، تمام، او الاي بي، تمام. اعمل له برضو هنا كلير بحيث ان كل حاجة تكون واضحة قدامي. لو عايز اعمل اعادة، اعمل مثلا على سبيل المثال، آه، عايز اعمل ابديت، صح؟ عايز اعمل ابديت sudo apt update، تمام. هنختار الاول الابديت، تمام. على سبيل المثال انا كده كده هعمل ابديت عادي، هو مش هياخد اي حاجه، مش هياخد كتير من وقتي. ليه؟ لان هو اصلا عامل لي عندي ابديت قبل كده. خلينا بس نشوف الوقت، احنا خدنا كام؟ 11 دقيقه. يا نهار ابيض، بعتذر جدا جدا. طيب، هو ممكن ياخد بس وقت بسيط، تمام. اهو اقول له هنا كاري، اقول له هنا اديله الامر كاري، تمام. ده هو امر المسؤول. تمام. كده دي اهم اوامر الكاري اللي احنا ممكن نستخدمها في الايه، حاجات بسيطه ان احنا ممكن ايه نفهمها شويه. تمام تمام. دلوقتي بس هيخلص تحديث، همسح كل ده وهعمل لكم حاجه بسيطه اخيره خالص، تمام، بحيث ان احنا ننقل بعد كده على الفيديو الجاي. تمام. لحظات، نعمل كده، نكبر دي كده، تمام تمام. في عندي امر اللي هو نانو. امر النانو ده انا عندي ممكن اعمل في منه بيه ملف او سكريبت انا عايز اعمله. مثلا على سبيل المثال انا هكتب هنا، اعمل سكريبت اسمه اسد دوت تي اكس تي، تمام. اقول له انتر، هيجيب لي هنا الواجهه دي. لحظه، بالظبط كده، تمام. ممكن اكتب اي شيء هنا، مش لو انا اي سكريبت انا عايزه مثلا او اي حاجه انا عايز اعملها اكتبها، تمام. على سبيل المثال انا ممكن اكتب بالعربي برضه. واقول له هنا بعد ما كتبت مثلا على سبيل المثال زي ما انا كتبت كده مثلا، اقول له هنا كنترول شيفت اكس واي انتر، تمام. اروح هنا اقول له هنا الاس، معلش دي كابيتال الاس. اهم حاجه يا جماعه اللي هو الترميز، اهم حاجه ان انا الترميز بتاعي ان انا اعرف اشغله يعني، تمام. الملف بتاعي هو فعلا اشتغل معايا وكل حاجه تمام، وكمان ينكتب جواه
كل شيء تمام. طيب دي كانت أهم أوامر تبدأ بيها على كالي لينكس. جربها بنفسك على الفي ام أو النسخة بتاعتك. ولو عايز فيديو عملي عن أوامر متقدمة أو شروحات لأدوات زي انماب و ميتاسبلويت، قول لي في الكومنتات ويلا بينا نبدأ على طول الدورة بتاعتنا. ما تنساش المتابعة واللايك والكومنت الجميل منك بحيث نستمر أكتر وأكتر. وبإذن الله انتظرونا في دورة البلو تيم والريد تيم والسوك أناليست. بالتوفيق إن شاء الله. مع السلامة.